مساء الفل عليكم يا احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا كلها. النهارده بقى الفيديو بتاع النهارده لذيذ وخفيف. انا عملت معاكم الفيش الصعيدي قبل كده، كان الفيديو على بعضه ويعتبر ما كانش ممكن يكون ما كنتش قايله فيه كل التفاصيل او كل المعلومات بالكامل. النهارده بقى انا هقسم لك مراحل الفيش الصعيدي وهقول لك على كل تكايه وايه اللي ينجح معاكي الخميره بالظبط. انا ويلا، ولو اول مره تشوفيني اتمنى تشتركي في القناه. معايا يا بنات برطمان ازاز، الغطا بتاعه يكون محكم الغلق زي ما انت شايفين كده، مغسول وناشف. هتجيبي يا بنات ب5 جنيه سمسم، في حدود 60 جرام 70 جرام حاجه زي كده. بعد ما هتجيبيه السمسم بيكون متحمص، هتغربليه كويس او بمصفايه كده وتعديه على مصفايه ينزل منه اي شوائب. وفي نفس التوقيت ده اللي انت واقفه بتعملي فيه الحاجه تكوني بتغلي كوبايتين لبن على النار، او كوبايه ونص في الحدود دي. هتصفي السمسم كويس جدا او تحلليه كويس جدا يطلع منه اي شوائب، وكمان تنقيه لو في اي سمسمية سودة، اي طوبة اي حاجة، الكلام ده كله. اول ما اللبن يغلي يا بنات تروحي تحطي، انا اللقطة اللي فاتت دي مسكت البرطمان وحطيته في الميكروويف لمدة دقيقتين. بعد ما اللبن غلى وفار، وخلال الدقيقتين دول اللي بيغلي في اللي البرطمان بيتعقم فيهم، انا كنت حاطه او كنت وطيت اللبن، كنت وطيت العين على اللبن. بيغلي بدرجة حرارة كده، اللي هو بيغلي معاكي بس مش بيفور زي المية المغلية، زي ما تحطي مية كده على العين وتغلي معاكي. شايفين يا بنات؟ حطيت بقى السمسم وحطيت معلقة سكر وادي كوباية كبيرة من اللبن بمعدل كوباية ونص مج من الشاي، وتقلبي كده يا بنات بسرعة، وتقفلي البرطمان بسرعة جدا علشان ما يلحقش السخونية بتاعة اللبن اللي انت حطيتيه تطلع من البرطمان. كل حاجة لازم تكون جنبك، الغطا بتاع البرطمان غسلاه ومنشفاه كويس. زي ما قلتلك، اول ما تحطي كده السمسم تروحي تحط عليه اللبن وهو بيغلي كويس جدا، وتروحي تقفلي بسرعة وتجيبي بقى علبة زي كده وتحطي فوطة من تحت، ان الجو حر فمش محتاجة انك تدفي الفوطة. وبعدين بقى تحطي الخميرة بتاعتك، شايفين شكلها ده السمسم، وكده من تحت لبن، وتكفنيها كده كويس جدا وتحطيها جوه العلبة بتاعتك او جوه الكزرولة بالشكل ده، وكمان تغطيها بحاجة كبيرة كده زي مثلا فوطة، زي فوطة مطبخ، اي حاجة علشان برضو تحفظ السخونة. وتحطيها بقى في مكان دافي في المطبخ بتاعك لمدة، في الصيف يا بنات لمدة 15 ساعة، معاكي لحد 24 ساعة في الشتاء، وفي الصيف برضو ممكن تقعد معاكي 24 ساعة أو 15 ساعة. استنوني بقى في الجزء التاني من خميرة الفيش. باي باي.